كان عندي كلاينت النهارده سألتني سؤال مهم قوي. ستات كتير عندهم اولاد او اطفال لازم يعرفوا. قالت لي ابني عنده شراهه في السكر بطريقه رهيبه، وما بياكل بيركز على النشويات، العيش والرز والمكرونه، ودايما عايز حاجات مسكره. فسالتها سؤال بسيط. اولا قلت لها انه نوعيه الاكل اللي بتدخل البيت هي الاب والام المسؤولين عنها. فاحنا مسؤولين عن نوعيه الاكل اللي بنديها لاطفالنا. هل هو وهو طفل كان اول مره قدمتي له الاكل اما كان بيرضع وبعدين ابتدى ياكل، اكلتيه خضار ولا فاكهه؟ قالت لي اكلته خضار. قلت لها تمام. سالتها بيشرب عصاير؟ قالت لي لا. سالتها بيشرب ميه؟ قالت لي مش كتير. فقلت لها ده اهم حاجه، انه عدم شرب الميه بيعمل لخبطه في سيجنالز المخ عند اي حد عندنا عند الاطفال، فبيبقى عايز سكريات كتير او عايز ياكل طول الوقت. وطول ما حد طفل او ادلت بياكل نشويات طول الوقت، هيبقى دايما عايز ياكل سكريات. فنخلي بالنا.